السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة كرة رياضة. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتحدث فيه دائما عن مباريات الدوري الإسباني والترتيب وكل شيء. قبل ما نبداو هذا الفيديو كنبارك لكم شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم بألف خير. بالنسبة لمباريات الجولة 26 كانت نتائج على الشكل التالي: بلد الوليد تعادل مع لاس بالماس بهدف لمثله، إشبيلية تعادل مع رايو فايكانو بهدف لمثله، ريال بيتيس انتصر على ريال مدريد بهدفين لواحد، هذه مفاجأة. فريق أتلتيكو مدريد انتصر بهدف واحد على فريق أتلتيكو بلباو. فريق برشلونة انتصر بحصة كبيرة على فريق ريال سوسيداد بأربعة أهداف دون رد. أوساسونا تعادل مع فالنسيا بثلاث أهداف لمثلهما. ومباراة فياريال وإسبانيول تم تأجيلها بسبب الفيضانات. بالنسبة لمباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني واللي كتنطلق يوم السبت 8 مارس 2025 بمباراة سيلتا فيغو وليغانيس على الساعة 12 صباحا بتوقيت غرينتش. ثم هناك مباراة فالنسيا وبلد الوليد على الساعة 4:30 بتوقيت غرينتش. ثم مباراة برشلونة وأوساسونا على الساعة 7 ليلا بتوقيت غرينتش. ثم مباراة أتلتيكو مدريد وختافي يوم الأحد على الساعة 12 بتوقيت غرينتش. ثم مباراة رايو فايكانو مع ريال مدريد يوم الأحد على الساعة 2:15 زولا بتوقيت غرينتش. ثم هناك مباراة القمة بين ريال سوسيداد وإشبيلية يوم الأحد على الساعة 7 ليلا بتوقيت غرينتش. ثم كتختتم الجولة بمباراة إسبانيول وجيرونا يوم الاثنين على الساعة 7 ليلا بتوقيت غرينتش. ننتقل الآن للترتيب الدوري الإسباني. برشلونة في الصدارة ب57 نقطة. المركز الثاني أتلتيكو مدريد ب46 نقطة. المركز الثالث ريال مدريد ب54 نقطة. المركز الرابع أتلتيكو بيلباو ب48 نقطة. المركز الخامس فياريال ب44 نقطة. المركز السادس ريال بيتيس ب38 نقطة. وهذا هو الترتيب كما كتشاهدوا معنا. بالنسبة لأسفل الترتيب فالنسيا المركز الثامن عشر ب24 نقطة. المركز التاسع عشر لافيس ب23 نقطة. والمركز العشرون الأخير بلد الوليد ب16 نقطة. بالنسبة لإحصائيات المتعلقة بهدافي الدوري الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ب21 هدفا يتصدر قائمة الهدافين. المركز الثاني كيليان مبابي ب17 هدفا. مونتي بيديمير لاعب أوساسونا المركز الثالث ب14 هدف. يوهان سانتاس لاعب أتلتيكو بيلباو ب13 هدف. رافينيا دياز لاعب برشلونة ب13 هدف. أشكركم على المتابعة، وما تنسوش تدعمونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.